نيو ابيسود من بودكاست انسايد اوت توكس، اللي اعتقد بنات كتير لما تتابع البودكاست ده هتلاقي اكيد اسئله كانت بتسالها واجابات مهمه ليها جدا. خلينا دلوقتي نتعمق كده في موضوع الشعر اللي هو حاجه مهمه جدا بنفكر فيها ليل ونهار. ازاي اطول شعري، ازاي اتقل شعري، ازاي اخلي شعري شكله هيلثي اكتر، ازاي اشيل التقصيف اللي في شعري، كل التفاصيل اللي شاغله البنات دي. فخلينا دلوقتي نتكلم مع دكتورتي اللي منوراني النهارده، دكتور خلود علي. اهلا وسهلا، منوراني. ميرسي، ربنا يخليك. مشكله الشعر وما ادراكي مشكله الشعر. انت بنت في الاول وفي الاخر قبل ما تكوني دكتور، واكيد في يوم من الايام فكرتي ازاي تساعدي شعرك. اكيد طبعا. عايزه تجربه شخصيه ليكي، ايه كان ممكن يكون بيضايقك في شعرك وعملتي ايه عشان تحسني؟ بصي، انا لما حد بيجي لي العياده خصوصا لو بنوته يعني اول جمله بتقولها لي دكتور شعري بيقع. والله اول رد برده عليها بقولها وانا كمان يعني انا كمان شعري والله بيقع. العظيم. والله انا كمان شعري بيقع. ايوه، عشان تعرف ان دي حاجه نور عندنا من كلنا. تبعية. عندنا كلنا لازم نبقى متاكدين ان كلنا شعرنا بيقع. صح. بس الفكره ان احنا نتعامل ازاي بقى مع الوقوع ده او لا، اعمل قبل ما نتعامل ازاي، اه لما ابص في الفرشه بتاعتي امتى احس ان في خطر؟ لما الاقي شعر قد ايه؟ بص، احنا نورمالي كل يوم بيقع من شعرنا من 100 ل 150 شعره. حافظينها من التيك توك ده دي. النورمال. قولي حاجه تانية. تيك توك بس دي حاجه حافظينها وعاملين عليها سيرش وفاهمين. موجوده في الكتب. بس الوقوع ال 100 و 150 شعره دول بيقعوا ازاي؟ يعني بيقعوا انا بحط ايدي في شعري واعمل كده بص الاقيه طلع في ايدي، ولا بيقعوا في المشطه في الفرشه وانا بستحمى وانا بسرح؟ لو انا بسرح بيقع مني 100 ل 150 شعرايه، ده عادي. ما هو هتقول لك انا هعدهم يعني يا دكتور، مش شكلهم كتير وخلاص. لا، ما هو في كتير عن كتير بيفرق. ودي حاجه انا ما اقدرش اقولها لك غير لما تجيلي. انا في ناس بتجيلي بباكت كده فيها شعر، هي محوشه شعرها اللي وقع تقول لي الشعر ده وقع في اسبوع. على حسب ما انا بشوف بعيني الكميه بنحدد مع بعض احنا فين، احنا مشكله سيفير فعلا ولا هو جاست تيلوجن افلوفيوم، يعني تساقط شعر تفاعلي بسبب ستريس، بسبب ضغط، بسبب امتحانات، بسبب يعني هي ممكن تكون فترات وشعرنا يبقى كويس وما يرجعش ينزل. ده حاجه طبيعيه. عارفه انا نفسي دايما اسال البنات اللي بتبقى لما شعرها دي ممكن تعملوا اكستنشن ولا لا؟ ما تفكروا يا جماعه، بدل ما تروحوا تشتروا اكستنشن ما نفكر في الحل ده، مفيد جدا. بجد احنا شعرنا بيمر بفترات. طب انت مش بيجي عليكي وقت تحسي ان شعرك في احلى حالاته؟ ايوه صح. وقت شعرك ما جاتش يعني بس لا ان شاء الله هتيجي. اوكي. في وقت هيعدي علينا بيبقى شعرنا كويس جدا. صح. وقت بتبصي تلاقي شعرك في ابشع حالاته، بيقع، متقصف، حاسه انه جاف، حاسه انه هايش طول الوقت. ده بيعتمد على اسباب كتيره قوي. اولها ممكن يكون احنا شويه بيجي علينا وقت وبنبقى خلاص مكسرين مش قادرين نعمل حاجه لشعرنا اصلا، هو يا دوب بسرحه بالعافيه كل يوم وخلاص. لو انا بقى عايزه اهتم بشعري ازاي؟ ابسط حاجه ان انا اختار له برودكتس كويسه مناسبه، ابقى عارفه استخدمها ازاي. لان برضو الفكره مش ان انا اجيب برودكت غالي وخلاص، لا، انا اجيب برودكت كويس استخدمه صح زي ما الدكتور بيقول، هاخد نتيجه كويسه. انما جبت برودكت غالي واستخدمته غلط، طب ما طبيعي ممكن يعمل لي مشكله. فنلوم بقى ساعتها على البرودكت ونقول ان البرودكت فيه مشكله، ولا اراجع انا نفسي. طيب هسألك سؤال، بما ان احنا بنتكلم ان في فترات مختلفه، عايزه اعرف احنا كبنات بنمر خلال الشهر بتغيرات كتير جدا. طبعا. فهل قبل البيريد، وقت البيريد، بعد البيريد، هل ده زي ما بيأثر على بشرتنا ونفسيتنا هل كمان بيأثر على الشعر؟ طبعا، لان انا بيحصل لي تغير هرموني في خلال الفترات المختلفه بتاعه الشهر دي. الشعر بيتاثر بيها جدا. ايه اللي ممكن يحصل خلال الفتره دي كومن بين البنات كلها؟ كومن بين البنات ان انا الاقي ان شعري بيقع بشكل زياده عن الطبيعي بتاعه. ده نور عادي جدا. وارد ان انا الاقي شعري هايش، مش شكله وحش، ملمسه وحش، عادي ناشف جاف شويه. طبيعي، لان انا بفقد حاجات وعناصر كتيره جدا في الفتره دي بتاثر طبعا على شعري بالسلب. فانا المفروض ان انا في الفتره دي اهتم بشعري شويه زياده اكتر. لو انا كنت مثلا بعمل له حمام كريم مره في الاسبوع، لا اعملها مرتين وهكذا. طيب احنا موجود ورانا هنا زي ما احنا موجودين في ICCA اللي احنا مبسوطين اكيد ان احنا موجودين فيه، ولكن كمان احنا عندنا سبونسر مهم جدا وهو دوكسجين. ليه علاقه وثيقه جدا بالشعر. طبعا. عايزه اعرف هل جربتي البرودكت بتاعته؟ هل ليكي تجربه شخصيه؟ هل فعلا في فرق لما حد بيستخدمه ولا لا؟ بصي، دوكسجين من الشركات، انا عرفت يعني انك استخدمتيه عشان ايه نبقى صراحه يعني.
ايوه فعلا، هو انا استخدمته استخدام شخصي، أوكي. ده انا عن تجربتي، واستخدمته كتير جدا مع البيشنت. استخدامي الشخصي انا جربت تقريبا اللاين كله بتاع الهير بجد؟ اللوشن. بأمانة؟ والله بجد يعني ماشي. انا ما بحبش احلف، بس بجد والله استخدمته كله، يعني أوكي. اللوشن والفايلز والهير ماسك. اوكي. بجد الثلاثه حلوين جدا جدا جدا، بس عايزين التزام فتره ما تقلش عن من 3 ل 6 شهور. 3 شهور ده المينيمم. نطول بالنا. بصي، اهم حاجه في علاج البشره والشعر لاي بنوته بليز طولي بالك عشان بشرتك وشعرك ما باظوش في يوم وليله، علشان ابقى جايه للدكتور واقول له انا عايزه شعري يبقى تحفه دلوقتي. صح. ما باظوش في يوم وليله، يعني الموضوع تراكم فترات طويله. لازم نصبر ونستحمل وناخد البروسيس، نسمع كلام الدكتور. والله لا هو زوم بقى يعني نجيبهم وياخدوا الحاجه ويسمعوا الكلام ده كتير قوي. صح. لا هم لما بيحبوا حاجه احنا عامه طبعا لما نكون مهتمين بحاجه تلاقينا متابعين بقى ومركزين وحابين. ولو جربنا حاجه ولقينا جايبه منها نتائج كويسه بجد بيكملوا وبيحسوا ان هم مبسوطين كده ومنتشيين بالنتيجه اللي وصلوا لها، فبيكملوا على البرودكت. دي حاجه كويسه. دي حاجه موجوده في دوكسجين. بص، الفايلز بتاعتهم حلوه جدا جدا. كل الكومبوننتس اللي فيها بتساعد بصيله الشعر نفسها ان هي تبقى اقوى، تبقى لما تطلع منها شعرايه تطلع شعرايه قويه، ما تطلعش شعرايه ضعيفه ولا شعرايه هشه فتطلع وتقع تاني، يبقى كده ما استفدتش حاجه. صح، بالعكس. الهير ماسك حلو جدا جدا وريحته حلوه قوي كده. دي حاجه مهمه. دي حاجه مهمه بالظبط. اوكي. الهير ماسك حلو قوي في حالات الهيشان والتقصف والجفاف، بس نستخدمه صح. انا بصراحه بحب يعني اكد على المعلومه ان احنا الهير ماسك بنستخدمه على اطراف الشعر بس. ايوه، ما بيجيش عن فروه الراس خالص. عارفينها برضو من النت. طب ماشي، عارفينها من السوشيال ميديا. خلاص كل حاجه عارفينها. كده انت قفلتي اللعبه. طب خلاص هقول ايه؟ خلي بالك اللي بيقعد يتفرج يقول لك انا قاريه ده قبل كده، انا شايفاه قبل كده، جوجل حللنا مش ولكن احنا في البودكاست ده حاجه لحد اصلا. البودكاست ده احلى حاجه فيه انه احنا بنقول الاسئله اللي هم بيفكروا فيها وبيكتبوها، ولكن معانا دكاتره متخصصين، فالاجابه بتبقى 100% علميه. هي دي احسن. وده الاحسن لينا ان احنا ناخد معلوماتنا من ناس موثوق فيها، مصادر موثوق فيها، علشان ما يعني على الاقل لو ما نفعتنيش 100% ما تضرنيش، ما تجيبليش مشكله. هختم معاكي بقى بحاجه حلوه قوي. بما ان احنا اتكلمنا عن كل البرودكت اللي علاقه بالدوكسجين، هل ممكن من خلال استخدام انواع معينه زي براند محترمه زي الدوكسجين كده ممكن فعلا تجيب نتيجه لشعري وتحسنه من غير ما اعمل اي تدخلات تانية؟ ممكن، بس لو التزمنا عليها فتره طويله زي ما قلنا. انما لو انا مستعجله على نتيجه، اكيد طبعا لازم محتاجه ادخل بروسيجرز ثانيه مع العلاج. العلاج لوحده يجيب نتيجه كويسه، بس فتره ما تقلش عن 6 شهور. 6 شهور و6 شهور من بيشنت ملتزم بيسمع الكلام، بيحط الحاجات في وقتها، بيستخدم الحاجات صح، هياخد نتيجه حلوه جدا من غير اي بروسيجر، بس بعد فتره طويله. لكن لو احنا مستعجلين لا، يبقى لازم. في ناس كده اللي هو انا رحت والله للدكتور وقلت له وقال لي وعملت بس ما جابش نتيجه. طب انت مش قد ايه شهر؟ طب شهر ايه؟ اسبوعين؟ ده كتير جدا. انا بشكرك جدا يا دكتور، نورتيني، وثانك يو على الجود فايبس اللي اديتها لنا والانفورميشنز الحلوه وكلامك كمان عن دوكسجين. شكرا جدا ليكي، وان شاء الله نتقابل مره ثانيه. ثانك يو ليكي.